السلام عليكم ومرحبا بكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. ومرحبا بكم معايا العميرات في فيديو جديد. وصفتنا لنهار اليوم راح تكون اروع وصفه تاع السلطه تاعي راح تكون سيزار او سلطه القيصر. هاد سلطه شهيره ابتكرها الطباخ الايطالي المكسيكي سيزار كارديني وعلى بها سموها سلطه سيزار. هذا الوصفه صراحه شيرات يعني في رمضان الا درتوها راح تشبح لكم المعده ديالكم خطبات. يعني هاد السلطه نقدر نقول لكم تنجموا ديروها كطبق وحده. انا وحده من الناس هذه في الصيف ناكل هكا طبسي وحدي لانه فيها شحال من حاجه، وراح تشوفوا باللي سهله مهله وبطريقه مميزه، وراح تكون على طريقتي سهله مهله كالعاده اكيد. كل حاجه نبسطها لكم باش هكذا نتوما تاني تعتمدوها مع التتبيله ولا الصلصه اللي جات واحد البنه ما نحكي لكمش. يلا عميراتي بدون اطاله جامو بارطاج للفيديو. اول حاجه راح نسبق فيها اللي هي التتبيله تاعي فيها عندنا 2 مغارف كبار تاع مايونيز، عندي كميه من المعدنوس المجفف راه ديجا في القناه درت لكم طريقه تجفيف المعدنوس. درت تاني 2 مغارف تاع الخل، 2 مغارف تاع الزيت، الملح، وانا نبغيها حامضه زدت لها تاني شويه ليم، ولكن نفضل انه من الاول ديروا لها الليم وصاي. والمكون اللي غادي يزيدني بنه وقوام رائع لوصفتي اللي هو فروماج لو فيرمي. هذا الفروماج الشيرات جبن ماهوش تحضيره، وديجا مخدوم بحليب البقر 100% طازج، يعني ماشي حليب البودره. الا لقيتوا هذا الفروماج شيرات في رمضان غير جربوه، قوامه بزاف شباب بنتها تهبل. وزيد يعني اللي تعجبني فيه انه كي ديروه الداخل في لي صالي يذوب ذوبان ويغرق هذيك المملحه تاعكم. انا شديت ديت منه 2 مغارف كبار هكا باش نعطي للصلصه تاعي ولا التتبيله تاعي قوام رائع. شوفوني انا بعد ما خلصت الفرماج مع التتبيله تاعي، شوفوا القوام اللي تحصلنا عليه. انا هكذاك وزدت لها شويه ما باش يعني هاد الصلصه تتغرق الداخل في السلطه وتعطيكم واحد البنه. وزيد هذا يعني هذه الوصفه علاش اصريت باش نقدمها لكم دركا في رمضان، لانه مانيش بزاف كليتها في ريستورون. كنقول لكم البلا يعني طبسي اقل من تاعي ما نحكي لكمش شحال، نقول لكم يدير 100,000، كان اللي بيها 90,000 والله ما بنينه. على بها قلت قررت اني نوي نخدمها في الدار وما نزيدش كاع ناكلها برا، لانه انا من عشاق هذه السلطه. دركا خليت التتبيله تاعي على جهه، ونفوتوا الان باش نجيبوا البان دومي. تنجموا ديروا غير الخبز العادي اللي في الدار، المهم يكون جديد، تقطعوه هكا تفتوه كيما راني ندير انا وديروا تحمصوه في الفور. ديروا له شويه زيت زيتون شويه ثوم هكا لا بغيتو وتدخلوه للفور يتحمص. مي انا شا غادي ندير انا؟ لا، انا رايحه نجيب البان دومي تاعي ولا التوست، نقطعه مكعبات وندخله للاير فراير. شوفوا تعطيكم واحد النتيجه الاير فراير، لانه على بالي كاين بزاف عندهم ما يستعملوهاش، وتاني كاين بزاف اللي كيلقاوها ما يبغوش يشروها يقولك حنا نديروا بها. شوفوا صراحه انا نموت عليها، تسهل عليا بزاف. درك درت الخبز تاعي يتحمص وقعدوا يعني تراقبوا فيه باش ما ينحرقش معاكم، يتحمص فقط. دركا شا غادي نجيب؟ راح نجيب هنا غير ربع صدر تاع دجاج شيرات. نتوما تنجموا ديروا نص، ديروا اللي بغيتو على حساب الضياف اللي يكونوا عندكم ولا على حساب العائله تاعكم. إذا عندنا ربع صدر الدجاج قطعته مكعبات، عندي المعدنوس، درت ثوم مجفف، الملح، الحرور، كيري تاع الدجاج. نخلط كلش هذه التتبيله. درت لها تاني عصره تاع ليم، الا كان عندكم تاني مطاط تنجموا ديروا. هاد التتبيله تنجموا يعني تخلطوها وتخلوها على جهه، مي انا درت كلش على ضربه. ايا دركا اش غادي نجيب؟ هاد العفسه شوفوا الشيله تنقص عليكم المواعين، هذاك دجا خليط تجيبوه هنا بورصه درت فيها الفرينه، وحده فيها شابلوغ، وعندي تاني حبه تاع البيض هكا تخدموا بالخف وتنقصوا لروحكم المواعين. صاي الشيرات هيا البيض درك تاعنا نخلطه. راح نحط الدجاج اول حاجه نسبق فيها اللي هي قبل ندرب البيض، من بعدها نجيبو داك الدجاج راح نحطه كاع على ضربه. ديجا ما عنديش بزاف، نتوما لا كنتو دايرين نص صدر يعني ديروا شويه عاود زيدوا شويه، فهمتوا؟ باش هذاك الدجاج كاع يتغرق لكم في الفرينه. ايا درك درت هذاك الدجاج تاعي وبديت كنخلط حتى وين كاع تغربل لي هذاك الدجاج تغربل مع الفرينه. من بعديها نصفي هذاك الدجاج يعني ننفضه ونحطه هنايا في البيض. شوفوا طريقه سهله وسريعه وعمليه ياك. دوك نخلط الدجاج تاعي مع البيض، ومن بعديها تاني نرفد هذاك الدجاج من البيض. انا درت غير حبه كفاتني راكم تشوفوا. هيا درك راح نحط هذاك الدجاج غير بالمورسو باش كاين تاني نخلطه داخل في الشابليغ. نحاول اني الدجاج كاع يتغلف بالشابليغ وما يلصقش معانا. شوف خلطوا 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 هكا حتى وين كاع يتغربل، مش يتغربل، يتخلط. المهم واحد راه صايم الهضره راهي نص نص. ما ديروش عليا. هذا المرحله تنجموا الدجاج تاعكم تروحوا تقلوه، كيما تنجموا تاني تدخلوه للاير فراير، رشوا عليه فقط رشه تاع زيت.
اللي ما عندهاش اير فراير تاني تدخله للفور وترش عليه شويه تاع زيت هكا وخلوه يطيب من تحت ومن الفوق حتى يتحمر ويتقرمش معاكم. انا راح نحط دركا جبت غير هكا شغل طاوه صغيره باش ما نكترش بزاف الزيت. درت الزيت تاعي حمالي انا هذا الطاوه خليتها هكا غير نقلي فيها فهمتوا. ايا دركا راح نحط الدجاج تاعي ونبدا نقلي فيه. خلو النار متوسطه باش يطيب لكم هو ديجا بالخف يطيب. شوفوا هذا الدجاج وحده وصفه. هذا الدجاج وحده يعني تحطوه مع لو فروماج تاع لو فيرمي واحد البنه ما نحكيلكمش. يعني شوفوا وصفه تاع سلطه تاني تنجموا هذا الدجاج تاني ديروه كوصفه اخرى. يعني تكتروا تربحوا زوج وصفات هذه هي. درك الدجاج تاعي راح نقليه كاع ولا نقليه عفوا نخليه يتحمر معايا غايه الغايه. الخبز تاعي صاي شوفوا كيفاش تحمص لي. الوصفه الاصليه يديروا فيه زيت زيتون شويه اعشاب ويدخلوه يتحمص في الفور. انا ما بغيتش ندير لا زيت لا زيت زيتون. حمصته غير في الاير فراير وموالفه نديرها في الاير فراير يعطيني نتيجه تحسبوه قفريط. هذاك التوست يولي تقول قفريط. اي درك السلطه تاعي كيما شتوني كنت نصفيها نقيتها وشلتها شحال من خضره. صفيتها من الماء اللي كان فيها والان فوتو باش نقطعوها. يعني ماذا بينا نقطعوها الى قطع تكون صغيره. ودركا تقريبا مكونات تاوعي كاع واجدين ما راه باقي لي غير الفخوماج. لي فخوماج ماذا بينا يكونوا عندنا نوعيه جيده. انا يعني عندي الفخوماج تاع ايدام لو فيرمي. راح ندي منه مورسو هكا الله الله واحد البنه هذا الفرماج الشيرات. وزيد تاني الحاجه الشابه انه يتحمر في الفور غايه ويدوب. وتاني تنجموا ديروا حتى في لي كروكيت تاني يدوب ويتعلق. دونك انا ديت منه مورسو لو فخوماج تاع ايدام لو فيرمي. ونقطعه تاني هو مكعبات قد التوست. دركا اش غادي ندير فخوماج هاي سي بون راني نقطع فيه. الدجاج تاعي تقلا الدجاج هو اللي غادي تاني نزيد نفته هكا باش هذيك السلطه تجي مغرقه بالمكونات ما تجينيش غير سلطه وحدها. تشوفوا قداش راه هكذاك وغادي نزيد نقطعه. دركا هنا جبت البول تاعي هذا اللي شريته سبيسيالمون باش نخليه غير لي سالاد ولا سبيسيالمون سالاد سيزار. يعني كي شريته جاتني تمتم في راسي اني نشريه نخليه غير سالاد سيزار. ما راهش يبالكم بس جاي معوج واحد البول يهبل. دوك حطيت هنا السلطة تاعي من تحتها. حطينا تاني الدجاج حطينا فخوماج إدام لو فيرمي. التوست نعاود تاني نحط طبقة أخرى من السلطة. زيد تاني نفس الطبقات نعاودوهم هكاك باش ديك السلطة. أنا شوف هاد السلطة بابا داير فيها حالة لأنه أنا عندي الوالد تاعي من عشاق السلطة. دونك ما شاء الله يعني كلاها بزاف عجباته سيرتو كي ندير هذيك التتبيلة وتجي مغرقة الشيرات هذه في الصيف بردوها وعقلوا عليا تجي تهبل تهبل تهبل. دونك زينتها بحبة تاع البيض فخوماج ماشي فخوماج دالي عقلي فخوماج لو فيرمي. درت تاني طوماطيس تاع طوماط سوريز الا ما كانش عندكم طوماط سوريز ديروا طوماط. والله ما نقلع من المونتاج قلت لكم واحد العياره ما عليناش. هيا قلت لكم هنا التتبيله تاعي سبقت بها هي الاولى دخلتها تبرد. هنا نتوما الا خرجتوها لقيتوها شويه ثقيله نجموا تزيدوا تخفوها بشويه تاع الماء. حطينا التتبيله تاعنا في الصوصياغ كيما شفتوا باش من بعدها نرافقها مع السلطه. هذه كيما راها تنجموا تغطوها وتخلوها في الثلاجه لحين التقديم. يعني تنجموا تسبقوا فيها ولكن بدون تتبيله. خلوها غير كيما راها. وقولوا لي الشيلات يعني فضلا وليس امرا. يا درا تعليق شبابي حفز. يعني نسحق منكم ونحتاج تشجيعاتكم في هذا رمضان. كيما شفتوا ديجا انا كان عندي يعني الكوزينه ما صورتش معاكم. التفاعل واحد كي بعد على لي ريزو التفاعل ينقص مع رمضان. يعني محتاجة منكم عفوا فقط هذيك تشجيعات جيم بارطاج كومونتير هكا باش انا تاني نتشجع ونزيدكم. عندي بزاف وصفات ولكن الحماس بدا ينقص لانه التفاعل راه بزاف ناقص. المهم معليش العميرات نعاود جيم وبارطاج. كيما شفتوني دركا التتبيله تاعي حطيتها. هذه تاني هكا حطيتها وحدها تنجموا ميم تخدموها كطلبيه الشيلات لي بغوت اللي يخدموا طلبيات. هذه تاني كيما راه هكا هذوك لي بول صغيرين تاع بلاستيك تاني نديروا فيها تتبيله. وهذه السلطه تاعي شوفوا كان عندي الزيتون تاع المولعيه نسيت زيتون كورنيشون من الفوقه تاني هكا باش نكسروا الالوان. وهذه السلطه تاعي المنعشه الرائعه اللي جات من ابن السلطات ونتمنى ان شاء الله تجربوها وتعتمدوها. ودركا ما بقى نقول لكم غير تبقوا على خير لفيديو جديد.